المؤسف انه كانت هناك اخطاء فنيه، كانت هناك اخطاء اداريه يعني تسببت فيما حدث فيما بعد، ومن ثم الخروج بطريقه غير متوقعه بخسارته المباراة اللي اقصته من البطوله. احنا نقول انه كنا نتمنى ما هو افضل، نتمنى انه يصار الى الاستفاده من المؤشرات اللي خرج بها المنتخب من هذه البطوله. هناك فوائد مهمه على مستوى التدريب، على مستوى الكادر الفني لابد ان يكون قد توقف عندها، لابد ان يكون قد سجل في دفتر ملاحظاته الكثير من الامور اللي تتعلق بمسيره المنتخب القادمه. احنا على ابواب تصفيات كأس العالم إن شاء الله، ومواصلة تصفيات كأس العالم لازم نجتاز الكثير من المؤشرات الملاحظات الفنية. المنتخب يعاني من بعض الأخطاء مثل ما لاحظ الجميع، وخصوصا في المنظومة الدفاعية لابد من أن يكون الجهاز الفني قادر على أن يعالج ما حدث من أخطاء في هذا الجانب. احنا طبعا أملنا كبير في الجهاز الفني في أن يتمكن من تجاوز ما حدث، أملنا كبير بلاعبين. احنا لدينا يعني البطولة أثبتت أنه لدينا مواهب كبيرة قادرة على أن تقدم ما هو أفضل، قادرة على أن تحقق ما هو أفضل، وكل المؤشرات تؤكد على أن المنتخب العراقي قادر على أن يكون في الصف الأول آسيويا إن شاء الله، وهذا ما نأمله. احنا حتى الفوز في كأس آسيا لو حدث لم يكن إنجازا بمعنى الكلمة، لأن الإنجاز يعني أنت محقق شيء جديد لم تحققه من قبل. احنا سبق وأن حققنا اللقب آسيوي، لكن الإنجاز الأكبر أنه نصل إلى كأس العالم ونحقق ما هو أفضل من ما تحقق في عام 86، وهذا ما نأمله ونرجوه. احنا أمام مهمة يعني قد تكون يعني ممكنة في التصفيات المقبلة. كأس العالم القادم سيكون 48 منتخب، ليس كما حدث في السابق. احنا وصلنا الى كأس العالم وكأس العالم انضم 24 منتخب فقط في 86، الان نتحدث عن 48 منتخب. من غير المعقول انه لا يكون للعراق حصة في التواجد بهذه البطولة ان شاء الله.